تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مساء الخير على كل متابعين قناة معلومات عامة حول العالم. فيديو النهاردة هنغير الحنفية بتاعة الفلتر. الحنفية بتاعة الفلتر جاية ومعاها الحاجة بتاعتها زي ما انت شايف، الوردة اللي هي شكلها الجميل اللي بيبقى فوق الاستانلس، ومعاها الوشرة بتاعتها اللي هي الجلد، ونفس القصة الصامولة اللي بتثبت الحنفية تحت بالوشرة الجلد بتاعتها. معايا حتتين مهمين جدا ما ينفعش استغنى عنهم. الحتتين دول بيجوا مع الحنفية، دول اللي بيمسكوا الخرطوم في الحنفية. حذاري من دول اوعى ترميهم او تستغنى عنهم او تركب الخرطوم من غيرهم، الخرطوم يغرق الدنيا مية. دول اللي بيمسكوا معايا خرطوم الفلتر في الحنفية، وهنشوف مع بعض عملية التركيب هتتم ازاي. اهم حاجة، مفيش بيت النهاردة خالي من العدة. اهم حاجة يبقى معاك مفتاح 13، وهنشوف هنشتغل ازاي. بسم الله. اول حاجة هنفصل الفيشة بتاعت الفلتر منعا لاي مشاكل تحصل معايا، وهنفصل المحبس بتاع المية اللي مفلترة، ونقفل المحبس الرئيسي بتاع عمومي المية عشان خاطر اضمن ان انا مفيش مية تتهدر مني، سواء مية مالحة او مية عذبة، مضمنش اي حاجة. عشان كده بريح دماغي، اقفل المحبسين واشيل الفيشة بتاعت الفلتر. لا تؤاخذوني على الحشرات، لاني مكان تخزين المواعين والسلك وكده، عشان خاطر محدش ينتقدني ويقول فيه عنكبوت قدامك. سامحوني انا اسف. حليت الصامولة 13، وبعد ما احل الصامولة 13 هحل الصامولة الكبيرة السوداء دي. الصامولة الكبيرة السوداء دي بايدك من غير اي عدة هتقدر تحلها. تحل الصامولة 13 وبعد كده الصامولة الكبيرة، وهتطلع بالحنفية من الرخامة كده. تمام. هتحتاج اي عدة. الصامولة دي ليها حتتين ضلعين مسكين فيها، بيسهل عملية انك انت تقدر تحل بايدك بدون عدة او زرادية. الموضوع سهل جدا وبسيط، بس يمكن انت عشان خاطر ما عملتوش قبل كده شايفه صعب، وعشان كده بتحتاج له فني وتحس ان هو موال كبير عليك. بس ان شاء الله من خلال قناتي باذن الله هخليك تقدر تعمل معظم شغل البيت ومش هتحتاج لفني. كده احنا حلينا الصامولة الكبيرة. نطلع بالحنفية بتاعتنا كده. دي الحنفية الجديدة. حطيت الوردة الاستانلس والواشر الجلد بتاعتها ونزلناهم في الرخامة. الناحية التانية نحط الجلدة بتاعتها ونربط الصامولة. حاول تشبطها صح عشان خاطر ما تخلفش منك سنة. لو خلفت سنة هتبوظ وممكن تتقطم منك وهتبوظ سن الحنفية. هتربط كويس، وقبل ما تجرط على الصامولة الكبيرة دي تشوف اتجاه الحنفية فوق مظبوط ناحية الحوض ولا لا، وبعد كده تجرط بإيدك للآخر بآخر قوة إيدك. بس بعد كده نركب الفبرايتين في الخرطوم. الأول الصامولة اللي هتربط معايا، وبعد كده الفبرايتين الفبراية المدورة وجواها الفبراية
الرفيعة دول بيعملوا عملية مكبس جوه الحنفية. في حتة في الحنفية مسلوبة، أول ما الاتنين دول بيخشوا مع بعض وتيجي الصامولة فوقيهم بيعملوا عملية مكبس مع بعض. يعني انت لما تركب دول وتلاقي الفبراية دي طلعت من خرطوم تاني، ما تحطش في اهتمامك انه ممكن الخرطوم يطلع وبسهولة ينطر من مكانه. تركب الاتنين مع بعض وبعد كده تنزلهم جوه الحنفية وتربط الصامولة بتاعتك وتجرد الصامولة، تلقائي هتلاقي الخرطوم مسك جوه مع الفبرايتين جوه الحنفية، ما تقدرش انك انت تطلع الخرطوم. تجرد للاخر وتمسك الحنفية من فوق، لانك انت لو جردت وسبت الحنفية الصامولة اللي فوق هتهوي، فبالتالي تمسك الحنفية اللي فوق انت وبتربط في الصامولتين الكبيرة والصغير عشان تضمن انها ما تلفش معاك. وبعد كده تجرد، تمسك من الحنفية وتجرد على الصامولة 13. بعد ما تجيب اخر الصامولة تشغل الفلتر بتاعك، الكهرباء والمية المكفولة تفتحها وتشغل والدنيا تبقى تمام معاك. نفتح المحبس، الرئيسي تمام. تتأكد ان مفيش تسريب مية من اللي انت عملته، وبعد كده تركب الفيشة وتجرب الحنفية بتاعتك. كده تمام، كده 100 مفيش تسريب مية. نفتح المحبس بتاعنا، تمام. يا ريت لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.